من عادتي وأنا مخنوق ومتضايق بنزل أتمشى شوية مع نفسي كده. واليوم ده قررت إن أتمشى وسط الزرع، فقابلت راجل عظيم جدا جدا، والصراحة اداني حتة درس عمري ما كنت أتوقعه أبدا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة ازيك يا الله عم محمد؟ وبركاته. اهلا اهلا. جاي أنا قاعد هنا كده. ازيك يا حاج جاي؟ والله قاعد مع واحد صاحبي هنا من الزرعه بتاعتهم فاضي، وقلت اروح اشوف الدنيا. هي أخبار قاعد على الدنيا مع التراب حضرتك؟ والجو هناك. والله يا عم محمد هنا يعني الصراحة القعدة راحة نفسية خالص. حلو جو ساعة الغروب بالذات، حاجة حلوة جو. أنا لقيت نفسي مخنوق قلت أجي أتمشى هنا شوية أنا شايفك معدي، أول ما شفتني شايفك جاي كده، قلت يمكن جاي هنا، بس أنا شايفك بالموتوسيكل كده عدي. عامل إيه مالك؟ والله يا عم محمد مش عارف، يعني أنا مش عارف الناس ما بقتش تحب الخير لبعضها زي ليه يا عم كده؟ خير، الناس كلها ما تحب والناس حلوة، بس هو القلوب اتغيرت شوية يا أبويا يعني. وكل واحد وطبعه، وكل واحد اللي يحمد ربنا ربنا هيزيده. أكيد طبعا. ها؟ بس ليه الناس يعني ابتدت يعني ما هو بص يعني الكل بقى يبص لبعضيه على ابسط سبب. ما دي المشكله. المدير لو الواحد يسيب الملك للمالك كله هيرزق. ده ما يبص لده يا عم بص، بس غير ولا تحسد. طبعا غير ولا تحسد، اعمل زيي، اشقى زيي، وربنا هيكرمك. لا هو واحمد ربنا عليها مديهلك. هو دلوقتي طبعا بيبص لك، لا انا عم محمد مثلا ان هو بسم الله ما شاء الله يعني ربنا كرمه، لا انا عايز ابقى زي عم محمد من غير ما اتعب، من غير مشقه، من غير اي ما حاجه. حدش اما يطلع فوق بالسهل. هو حد ما يطلع فوق بالسهل. سلام الله وبركاته. سلام عليكم. ما حدش اما يطلع فوق بالسهل يا عمي. طبعا انا عايز اطلع فوق السطح دلوقتي، مش لازم سلاليم. اكيد طبعا. واطلع درجه درجه ولا هنط. لا طبعا لازم اطلعها سلمه سلمه. ها؟ اطلع سلم سلم. بس الواحد تعب قوي والله يا عم. ازاي اطلع سلم سلم وعشان ربنا يكرمني ارضى بما قسم الله لي. طبعا ونعم بالله. بس الحمد لله واحنا راضيين. والله الحمد لله على كل حال. بس المشكله يعني انا سايب الدنيا كلها دلوقتي وجاي اتمشى في الحته دي علشان اريح نفسيتي، مثلا من كتر الواحد بيحس والتعب والخذلان اللي بيقابله في حياته. هو من جيتي ولد. المشكله ان اللي بيحقد عليك يعني هتلاقيه اقرب انسان ليك. اقرب ناس ليك. طب ليه يعني؟ لا ما هو اقرب ناس ليك مش عايز. لا اله الا الله. بص، مش عايزك تبقى احسن مني بمعنى صح. طبعا عايزك تروح وتقول له والنبي اديني، عشان هو يقعد ويتجعص لورا ويقعد يقول لك ايه هيسم فيها. طب ليه؟ طب يا عم خلاص، انا ان شاء الله ربنا ما يحوجنيش يا عم الحاج لحد. انت برضه وانا وكلنا ربنا ما يحوجش حد لحد يا بابا. واقرب الناس ليك ما تحطش في دماغك، سيب، اعمل اللي في دماغك الصح، وطالما انت ماشي صح خلاص. طبعا الحمد لله. انت ماشي غلط، ماشي غلط يعني. لا طبعا الحمد لله. طالما ماشي صح ومتابع لدكانك ومتابع لبيتك ومتابع لوالديك وراضي، اهم حاجه ترضي والديك وانت ربنا يكرمك. بس احنا عايزين نغير المفهوم بتاع الناس دي، احنا عايزين نطلع الناس يعني ان هو لا انت ما تحقدش، انت تقدر تعمل اللي انت عايزه بس ما تحقدش على غيرك، حب الخير لغيرك. اللي يخليك مثلا عم محمد مثلا ربنا كرمه بالشيء الفلاني، لا ده انت عم محمد بسم الله ما شاء الله ده انت عملت وسويت ومش عارف. لا طب احنا عايزين نغير النظره دي في المجتمع نفسه. الارياف كلها القرى كده، القرى. وبمعنى صح لما يكون واحد مثلا شغال فاتح محل مثلا موظف مش يعني ربنا مديه بمعنى صح، اداه من شقاه. ما انا ما نمشي وانتظر ان انا ربنا يديني. انت تعرف يا عم محمد، انا اعرف واحد كان فاتح مطعم، يعني عاوز اقول لك ان هو بسم الله ما شاء الله ربنا كرمه واشتغل شغل، انما ايه الناس تبص له في رزقه ويكونوا سبب في انه يقفل المطعم بتاعه. حصل. ونفسيته تتدمر ويضطر ان هو يسافر بره. شاب لسه طالع للدنيا جديد مثلا بيبدا حياته، ما يشجعوش. لا المشكله ان يعني الناس دي اللي بصت له يعني ممكن تلاقيها اقرب ناس ليه. حصل حصل حصل. ليه؟ يعني مش عايزينه، مش عاوزينه يظهر. ليه مثلا الناس دي ما تحبلوش الخير؟ ليه؟ ما هو حقد. ليه الناس دي تكون سبب في تدمير الشاب ده مثلا؟ ما انت لو يشجعوه يعني هينجح.
وربنا هيكرمه وهيتوفق، لكن اشجعه ليه؟ عشان يبقى احسن مني؟ لا طبعا. عشان ما يبقاش في لا يعني هو يظهر وده ما يظهرش، ما ينفع. هي وبص، اولا لا بالغنى ولا بالفقر طبعا. لا. الغني والله يا ماشيه بستر ربنا يا محمد. ايوه هي ماشيه بستر ربنا والحمد لله، بس ما اقول لك لا بالغنى وبالفقر. ممكن واحد يبقى مبسوط واخد بالك وبيحقد وبيغير على واحد فقير ما ياكلها بعرق جبين. والله يا عم محمد هو رزق ربنا متوزع على العباد بالتساوي، واخد كل واحد واخد رزقه. انا لسه يعني واقف مع جماعه دلوقتي، اما يقول انا واخد حقي زي اي واحد، قلت له كلامك صح طبعا. بس هقول لك على حاجه قليل، والله العظيم انت ممكن تنام في الشارع اللي معاه فلوس ما يقدر يقعد القعده اللي انت قاعدها دي. اكيد طبعا. احمد ربنا قول الحمد لله. قال والله يا عم محمد الحمد لله. فابويا الواحد يحمد ربنا. وبص كل واحد واخد حقه زي ما انت مرجوه، بس طبعاً احمد طبعاً. الله. كفايه طبعاً. ان ربنا يديك نور عينك، كفايه ان انت اما تقوم من النوم محدش اما يقومك، ما دي مليحه برضه. ايوه طبعا، دي نعمه من كلها دي نعم ربنا. ربنا طبعا. من نعم ربنا ان انت اما تاكل بايدك محدش اما يوكلك. اكيد طبعا. من نعم ربنا طبعاً. من نعم ربنا الكتير عليك قوي، مش ممنوع من ده ولا ممنوع من ده ولا ممنوع من ده، ما في حاجات كتير الواحد يحمد ربنا عليها. الحمد لله طبعا. الحمد والله لله. يا عم محمد انا مش عارف اقول لك، انا كنت جاي مخنوق لا سبحان الله يعني انا لا لقيتك يا في أبويا، طريقي كده عشان والله. تريح نفسيتي والله. راح تبص تتضايق اطلع بعيد عن النفس، اطلع شويه كده. انا ده الفعل اللي عملته، اللي هو انا جيت تزعل. مثلا اتمشى شويه في الحته دي لقيتك قاعد هنا، ايوه فمش عارف دي ممكن ما تكونش صدفه يعني. لا يا ابويا الحمد لله والله انا نفسي انا دينا انا طالع برضه متضايق يوم قاعد النهارده، قلت اطلع افسح شويه بعيد عن الخنقه شويه والحمد لله. وتزعل اقعد مع ناس مليحه يعني تريحك نفسيا، ما اقعدش ما اكتئب. لا طبعا. امر الاكتئاب ولا الحزن ولا اي الكلام ده هيخرجك من الحاله اللي انت فيها. سألوا واحد في مره ما عرفش يعني دي سمعتها ايديها مقطعه ورجليها مقطعه وقاعد ومال يقول الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب. فقول له بتحمد ربنا على انت بتحمد ربنا على؟ قال لي يا عم الحمد لله رب العالمين اعطاني لسانا ذاكرا الحمد لله وقلبا خاشعا وعينا تدمع من خشيه الله. الحمد لله. مش يقول الحمد لله؟ ايوه طبعا. ده النعمه كبير والله احنا يا عم محمد احنا غرقانين والعبر كتير والله، كلنا غرقانين في نعم ربنا الحمد لله. القناعه اهم حاجه القناعه والرضا. القناعه ومش بالكلام يعني نقعد نقول لك كلام وواحد يشوفنا يقول لك ده ما يتكلم وده مش عارف، لا مش بالكلام والله. لا والله عمرها ما كانت بالكلام. اهم حاجه الرضا، وجرب الرضا وجرب القناعه وجرب الصبر، وخلي اللي يقول وخلي اللي يعمل وما حدش يكسر مقاديفك من حاجه. انت في مشروعك اعمل وتوكل على الله، مالكش دعوه بحد طبعا. طالما انت مقتنع ربنا ييسر لك الامور. ويقول لك المثل من مسك باب ربنا يديله مفتاح. اكيد طبعا. والله بتستر والله الحمد لله. وهتستر يا عم حاج. الحمد لله. هتستر يا ابو. السلام عليكم. الف سلامه ورحمه الله وبركاته. وأحوال